السلام عليكم. معاكم رشيد أبو زيد وعلم الجذر الأول. الكلام ده بقوله للي أول مرة يسمعني، أما الأصدقاء المتابعين فالكلام ده مش لك أنت الافتتاحية دي. العبد الفقير إلى الله رشيد أبو زيد، باحث في علم الجذر الأول المتمثل. ليه متمثل فيه؟ لأن الخط ده سجله اللي هو الخط المصري القديم. ما هو علم الجذر الأول أو علم الكلمة القديم اللي أنا دايما بطرحه؟ ده عربية. من خلال بحثي الجيد بفضل الله ودراستي الخط المصري القديم لقيته سجل عربية، بس المشكلة إن احنا نجهله. أنا بفضل الله وصلت لمعرفة حقيقية لمعاني الكلمات اللي موجودة أو حقيقتها في الخط المصري القديم، وبطرحها عليك باستمرار. وإيه علاقتها بكتاب الله؟ لأن كتاب الله عربية، كلمات علمها الخالق للبشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، موجودة في الخطوط القديمة وموجودة على ألسنة البشر وموجودة في كتب الله سبحانه وتعالى جميعا التي أنزلها الحقيقية. لكن كلمات الخالق ذات ترتيب خاص لن تعرفها إلا بعربية الحقيقية، وهو علم الجذر الأول، عربية الحقيقية. هتقول لي طب إزاي؟ أقول لك علم موجود من قديم الزمان، بس إحنا مش عايزين نبحث فيه أو ندور جواه. دي مشكلتنا. توقفنا في عملية البحث على معاجم من 300 أو 400 سنة. لكن ما أطرحه عليك بفضل الله هو علم كلمة من آلاف السنين، أي مصدر قريب من المنبع، قريب من منبع الكلمات الأساسي. أنهي أصدق؟ ده أصدق ومطابق لكتاب الله، لأن المصدر الأساسي أو المصدر الرئيسي لعلم عربية أو علم الجذر الأول أو علم الكلمة القديم ما هو من لدن آدم. معلش، دي مقدمة لازم تعرفها. اللي معايا في الفيديو ده تكملة لسورة الأعلى. قلت لك أخذ لك سورة الأعلى كلمة ورا كلمة ورا كلمة. خدنا الآية الأولى لسه مخلصناهاش، ده ثالث فيديو بفضل الله. لسه خدنا سبح وشرحتها، خدنا اسم وشرحتها. هاخد في الفيديو ده ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. ربك، ما معنى الرب؟ ايه معنى الرب؟ الأعلى مش هاخدها في الفيديو ده، لأن الأعلى هتاخد معانا يمكن فيديوهين، 2 فيديو أو فيديو واحد. ألمها لك، أحاول ألمها في فيديو واحد إن شاء الله. ما معنى رب؟ وما معنى ربك هنا؟ هل موجودة في علم الجذر الأول بشكلها دي؟ ايه الرب وايه الكاف دي اللي معاها؟ يعني الكاف دي مش موجودة في علم الجذر الأول؟ ده موجودة. تعالى كده معايا واحدة واحدة لغاية ما نفهم كويس. ربك أو ربك أو ربك موجودة في الخط العربي كده. ايه ربك. في الخط المصري القديم كاتب كده ربك، بس في الخط المصري القديم بيقول لك دي جملة مش كلمة واحدة. حتى في الخط العربي انت هتصنفها كده في فهمك الحالي، هتقول رب والكاف ضمير عائد عليك انه ربك انت، صح كده؟ تعال هات في الخط المصري القديم اشرحها لك بطريقة تاني هتوضح لك اكبر شوية. دي مش سلة، هما بيقولوا عليها سلة. الرمز ده بيقولوا عليه العلماء سلة. ده مش سلة، ده جزء هام عند المصري القديم. هي أداة هامة جدا، أداة عظيمة كانت بيحصل عليها من خلالها على معلومات عالية، بتمده بقوة عالية جدا. جابها وراح حطها كرمز للرب. يعني ايه الرب؟ هنشرحها دلوقتي. وبعد كده عبر لك عن ضمير أنت. هو مش ضمير، كلمة أنت أو ملكك بالسلة دي. تعال شوف الجمال ليه جاب السلة دي وعبر عليها بالضمير أنت، مش بكلمة أنت أو ملكك. في معناها إن دي سلة، اللي أنت هتجمعه وتحطه جوه السلة دي بتاعك. تاني، اللي أنت هتجمعه وتحطه جوه السلة دي بتاعك. مش احنا بنقول كل إناء ينضح بما فيه؟ هذا الإناء اللي أنت بتجمع له، إنما هي صحيفتك فاملأها كيف تشاء، صح كده؟ هذه السلة دي جابها المصري القديم وعبر بها عن أنت ملكك. فاكرين كلمة أنا عارف عبر عنها بإيه؟ عبر عنها بسعافة النخيل الواقفة كده. أنا جبتها لك قبل كده. أو نهاية نبات الغاب اللي موجود على النيل. لاحظ إن أنت لما تروح على النيل أول شيء هتشوفه نبات الغاب، الشواشي بتاعته اللي من فوق.
فلما اقول لك انا يعني بقول لك في شيء ظاهر مني شوفه. راح جيب لك ليه سعفة النخيل دي، او جاب لك نهاية نبات الغاب اللي باينه من فوق بحيث تشوفني، فقال لك انا صح كده؟ هو ما بيختارش يا رمزي كده وبس المصري القديم، معلش تحملني او استحملني شويه، لازم اشرح لك بتفصيل عشان تفهم. صعب الاختصار في المعلومه لان انا كده هقتص الفهم بتاعك. خد المعلومه للاخر. الخط المصري القديم ده، شوف المصري القديم لو كان ساب ذهب وجواهر والماظ وياقوت وساب لك هلومه من دي ما تسواش مثقال ذره. او اللي انت الاهرامات نفسها، شوف الضخامه بتاعت الاهرامات وعظم البناء، او البناء الضخم ده للتحف الفنيه اللي سايبها، او المعابد العملاقه والاحجار والمسلات، قسما برب العباد ما تسواش شيء في قيمه الخط اللي سابه ده للبشريه. ده هتستفيد منه كل الناس استفاده كامله في علم الكلمه، لانه اختاروا بعنايه كبيره جدا. عبر لك عن الرب بالاداه دي، والاداه دي هشرحها انا بعدين بتفصيل كامل لان سر من اسرار المصريه القديمه. وقال لك عنها ايه؟ طبعا في القراءه هتلقاها طبعا السله دي بتنطق بالموجه، وقالوا لك الموجه هي نون بس، لا، تاكد تمام التاكيد ان الموجه في الخط المصري القديم احيانا بتنطق را. تاكد اللي بيكلمك ده شخص دارس بفضل الله، دارس جيدا، ومعايا الدليل المقارن، مش هطرحه لك دلوقتي مش مجالي. لكن اللي بيعترض وعامل نفسه انه هو عارف وبيقول لي لا، هتيجي وقت وهنظرك وهقعد معاك وهقول لك لا دي راء في بعض الحالات وعندي الاثبات بكده. فاللي هيعترض اللي فاهم واللي درس الخط المصري القديم عن طريق الاجنبي وقال لك دي نون، لا دي بتنطق راء احيانا اللي هي الموجه، فده بدايته الصوتيه الموجه فبتنطق راء هنا، ونهايته الصوتيه الباء فينطق ايه؟ رب. هما بيقول لك عليها النب. طب ماشي سيبك من النب، خليك معايا بس للاخر. ده رب. ما هو الرب في المصريه القديمه؟ ترجمته البوسيسور. يعني ايه البوسيسور؟ هو المالك او الحائز او المتملك او صاحب الملك. ده الرب، هو الرب كده صحيح؟ طيب الرب ماله تاني؟ هو الماستر او المستر زي ما هنقولها عندنا. الماستر او المستر ده هو السيد، صاحب السيادة، هو صاحب الإتقان، شخص لديه إتقان معين في أداء معين. عشان كده بنقول على المدرس اللي بيتقن التعليم الجانبي اللي هو يا مستر. طيب هو الأونر، هو المتملك الحائز على قوة ملك. ده الرب. كده خدنا الرب مجمل عام. الكا دي ما تقولش كاف دي حرف ماليش معنى، لكن المصري يقول لك كا. إذا قال لك كا يعني معناها أنت أو ملكك، فقول لي ربك أو ربك، أي الرب الذي يخصك أو ربك أنت، معتقدك. فهمت دي؟ فالرب لما بيخاطب يقول لك ربك أي معتقدك. اوعى تبعد عن معتقدك اللي في كتاب الله. طالما قال ربك في كتاب الله يبقى ربك أنت عارفه، ربك الله. لكن في ناس ربها حاجة تاني هنجيبها دلوقتي. كده خلصنا معنى كلمة ربك. تعال اجيب لك كلمة رب في القرآن الكريم واصحح لك مفهوم الأجنبي اللي أخطأ فيه في القاموس، عشان تبقى فاهم لو رحت للقاموس تعرف تقرأ كلمة رب وإيه معناها. في الغالب دائما بيجيب لك عنها إن هي everyone، كل واحد، أو anyone، أي حد، أو each one، أو وهكذا. ما بيركزش في المعنى كويس، هو بيكرر بيفاضل بالصورة. تعال شوف مثلا دي الكلمة دي اسمها ايه؟ بو او فو نبو او بو نبو. البو جبتها لك قبل كده وقلت لك دي مكان او موضع. ده موضع مين؟ موضع الاسياد، موضع الارباب. دول موضع الارباب. مين الارباب دول؟ دول بشر في الارض. هو مفيش ارباب في الارض؟ لا، في ارباب في الارض. ارباب الصنعة، ارباب السيادة، ارباب المكان اللي هم يسودوا المكان او يسودوا اتقان صنعة ما، يسموا ارباب. عشان كانوا بيقولوا دول ارباب الصنعة. فهمت دي؟ فدي المصري القديم حط لك ناس بعديها، معناها ان دول البشر العاديين اللي بيتقنوا اشياء معينه او يتملكوا اشياء معينه، وهجيبها لك في سوره يوسف. دي الكلمه دي الاجنبي بيقول لك عليها افري داي، يعني كل يوم، عشان قال لك ان رمز ده دايما بيقول لك الشمس. المصري القديم عمره ما عبر عن الرمز ده بالشمس، واتحداك اذا حب يعبر لك عن الشمس ينزل لك منها اشعه. ده اسمه الراعي،
ده بيرمز به المصري القديم دايما بالتايم، بالزمن ساعات. ما هو هنا الزمن معناه هو الراعي. الله هو صانع الزمن سبحانه وتعالى، فهو يرمز للزمن في مجمله، ودائما الزمن في مجمله هو الخالق عز وجل، هو فكره كده. حتى حط لك بعدها مخصص اله، مخصص اله، ده مخصص اله. امال ايه افري داي كل يوم دي؟ امال ايه فائده الاله ده المخصص اللي حاطه لك؟ ده معناه ان الاجنبي تايه في القاموس، انا بصحح له بفضل الله. وده الرب، فده الرب الراعي، الرب الراعي، الرب الراعي هو اللي بيرعانا يعني، ده المعنى. طب هنا ده ايه ده؟ شوف الجمال هنا، ده واع وده نب او رب. واع رب او رب واع، الرب الواحد. واع في المصرية القديمة او واحد معناها واحد، ورب هو الرب السيد، هو المتملك، فهو الرب الواحد. وحط لك دي وراها مخصص الجاد او الاله، فتبقى دي ايه؟ ده مخصص جاد او اله، ده الرب الواحد. هتروح في القاموس هتلقاه ايه؟ داخل لك في سكك متعدده. هو مش عايز يوصلك لعقيده المصري القديم، عايز يتوهك في عقيده المصري القديم، عايز يطلعك ان المصري القديم وثني. مش كل الاسر كانت وثنيه، ايوه في اسر وثنيه صحيح، بس مش كلها. الاسر الاولى الاسر الاولى معظمها كانت موحده بالخالق عز وجل، لكن متخذه ارباب متصله بالخالق، وهي الخالق. هجيبها لك دلوقتي. هنا الكلمه دي معناها ايه؟ الرب بت، يعني رب بت او رب فت، رب السماء. ده الرب سيد ودي الاله، واله السماء برضه، يبقى هو الرب للسماء، رب السماء، ده رمز السماء، وده رمز اله وده رمز اله. الرب والاله رب السماء. فهمت دي؟ تعال اكد لك زي هنا رب الحياه، لان الرمز اللي وراني ده اسمه العنخ، وجايب لك قبليها رب واله، ده رب الحياه، ده اللي متملك في الحياة، اللي بيدينا الحياة. دي قوة من قوى الراعي، قوة من قوى الراعي. جاب لك قوة تاني من قوى الراعي، قال لك الرب التام، رب تمو، أي الرب التام أو الكامل، الرب الكامل. عايزة ما اطولش عليك في الفيديو ده اللي تناول المصري القديم على الرب. تعال اجيب لك رسمه انا كده سريعه واوضح لك ان بنفس الفكره اللي قالها لك المصري القديم. راح جايب لك ارباب متعدده قوى، وكل القوى تنتسب الى الراعي، اللي هو راعي يعني الراعي. انت في الفيديو ده متخيل ان عم اطرح لك عقيده المصري القديم؟ لا، انا بوضح لك الكلمات اللي سابها معناها ايه، ولك ان تختار في عقيدته، انت حر، مش مشكله عندي. انا اهم شيء الكلمات اللي سابها وحقيقتها. تعال شوف هنا الله ده في كتاب الله موجود. الله بيقول لك هو رب السماوات، رب الارض، رب ما بينهما، رب العرش، رب العالمين، رب. معلش يعني، هل كده ارباب متفرقه؟ ما انت مش فاهم، هوضحها لك دلوقتي. كله بينتمي الى الخالق، زي ما انا راسم لك كده الله واسهم طالعه منه، ولله المثل الاعلى. عشان اوضح لك، دي عباره عن قوى الخالق بيدير بها ملكه. كل القوى دي الخالق بيدير بها ملكه، وكل قوة بتختلف عن التانية في القيمة، والقيمة القوة يعني بتاعتها بتختلف أكيد، بس كل القوة دي بتنتمي لمين؟ لله. أهل مصر القديم كان بيعتقد كده، إن عبارة عن قوة متعددة موجودة في الأرض وفي السماء، كلها تنتمي إلى إيه؟ إلى الراعي، اللي هو راعي يعني، اللي قال لك الأجنبي عليه إنه راع. وقال لك إن الراعي ده المصري القديم وصفه بايه؟ قال لك ده الكامن، الكامن اللي محدش يشوفه. قال لك ده الامن المستقر، محدش يقدر يشوفه، صعب انك تشوفه. قال لك ده ايه ده الكامن، كامن صعب تشوفه جدا، ممنوع تشوفه. هو الاله الخفي. قال لك الاله الخفي ده معاه قوه معينه. قال لك القوه دي اللي هي ايه؟ حورس. ليه الحر؟ دي قوه الحر اللي محدش يقدر يسيطر عليه، وحر ده مسيطر في السماء، ده رب السماء. وجاب لك حاجة تانية في الأرض مسيطرة في الأرض، ده رب الأرض. وجاب لك حاجة تانية مسيطرة في المواجهة، وجاب لك ثعبان كده قال لك واجد. هو ما بيعبدش ثعبان، هو بيعبد قوة، مش بيقدر قوة معينة موجودة في الملكوت بتنتمي للراعي. مش هوضح لك هنا عقيدة المصري القديم، بس لازم يكون في شفافية، لازم يكون في إحقاق حق للناس دي اللي سابت لنا كنز من كنوز البشرية كلها. طيب نرجع تاني للمخطط ده. الله رب السماوات. ليه ربنا؟ السماوات دي فيها قوة عظيمة جدا تختلف عن القوة اللي موجودة في الأرض، صح؟ أيوة،
السماوات فيها البروج، فيها السوبر نوفا، فيها المستعر الأعظم، فيها الكواكب، فيها النجوم، فيها كل شيء. كل دي القوة ضخمة جدا، لو الأرض جت جنبيها تبتلعها تشيلها كلنا. فده موجود الرب السيد في ذلك المكان، قوته موجودة مسيطرة. الأرض بما فيها من قوى متعددة، والمحافظة عليها أنها تستمر في ذلك العمل. الرب موجود أيضا، قوته موجودة. وما بينهما دي حاجة تانية عايزة وقفة طويلة. إيه اللي بين السماء والأرض ده هنعرفه بعدين. رب العرش هو مسيطر على عرشه. العرش ده قوة عظيمة جدا، صعب جدا حد يوصل لها، ممنوع إلا الخالق عز وجل هو المسيطر عليه. رب العرش، سيد العرش، صاحب العرش، المتملك للعرش، رب العالمين. نفس كيس على ده كله كده. فهمنا. تعال نروح لكتاب الله، تعال نروح لكتاب الله ونطبق فيه اللي قلته لك. هجيب لك عن أرباب الأرض اللي هم العاديين اللي احنا بنقول عليها رب العمل، رب الدار، ربة الدار، ربة المنزل، وهكذا. يوسف عليه السلام ذكر لك حالتين. ذكر لك مرة أرباب اللي هو المعتقد، يا صاحبي السجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة يوسف آية 39. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طب ما الخالق ليها أرباب متعددة، صح كده؟ بس مش متفرقة. ليه مش متفرقة؟ لأن المنبع أو المصدر واحد. هم بياخدوا أرباب متعددة بتنتمي إلى قوة أخرى، كل واحد ياخد رب قوة وحديه مختلف بعيد. وده اللي حصل في آل فرعون. ما دي كانت بداية آل فرعون، مش بداية المصري القديم ومعتقده. هم شزوا عن المعتقد المصري القديم، خلوا فيه أرباب متعددة. المصري القديم كان بيخلي أرباب متعددة تنتمي لإله واحد. ده حقيقة وجبتها لك وأثبتها لك بعدين في بحث موجود عندي. هم دول اللي تبع آل فرعون. ما يوسف كان في آل فرعون. اقرأ إن شئت قوله تعالى: مؤمن آل فرعون حين تحدث في بلاط فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. صح كده؟ اقرأ الآية دي كويس. دي بداية آل فرعون. هم بدأوا الضلال، بدأوا في معتقد إن في أرباب متعددة قوة لكن بعيدة عن مين؟ عن الخالق عز وجل. المصري القديم كان بيعتقد في أرباب متعددة لكنها تنتمي إلى الخالق عز وجل. فهمت دي؟ فهنا قال لهم يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله؟ بيوسف تاني ذكرهم برب، رب الأرض، في الأرض ربهم اللي هو بيرعاهم. في آية 42 في نفس السورة: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هل نسوي ربك زي ربك دي، ربك الأعلى أو ربك الذي خلق، نسويها بدي؟ لا طبعا. ده سيده في حالة معينة موجودة يتملكه أو يتملك يسيطر عليه. فقال له: اذكرني عند اللي بيسيطر عليك، صاحب السيادة اذكرني عنده اللي في الأرض. مش معتقد اذكرني. فأنساه الشيطان ذكر ربه، ذكر سيده، ما خلاش ذكره. كده فهمنا معنى رب. مطابقة ولا مش مطابقة؟ المصري القديم لما يجيب لك رب الأرض هم اللي هو أبوه نبو، أبوه ربه أو أبوه رب. وفي ساعات يجيب لك كده سي رب، رجل سيد. سي يعني سيد أو رجل. سي يعني معلش أتشعب، السي بتيجي كده ويجيب لك واحد قاعد كده ماشي كده، الشخص ده في حالة سيادة كده، ويجيب لك وراه السلة. روح للقاموس هتلقاها ده. وطبعا الأجنبي هيقول لك everyone، ده معناه دعوتي الرجل السيد أو الرجل رب المنزل، رب مكان معين، رب حرفة معينة. سيد يعني رجل، سي يا فلان. ده السي السيد المتملك، السيد صاحب الإتقان، السيد المستحوذ في معناه موجودة. ده اللي ذكر يوسف في الآية الثانية. ده السيد ده اللي هو المتملك في الأرض. في سورة المؤمنون عشان تعرف أن الخالق استخدم كلمة رب سبحانه وتعالى لقواه في كل مكان. قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل رب السماوات السبع ورب العرش، يعني السماوات لها رب والعرش لها رب. هو رب واحد، هو إله واحد، هو رب واحد متحكم في كل شيء، إله واحد. فالأرباب دي قوة اللي بيدور بها ملكه سبحانه وتعالى. ده في سورة المؤمنون. في سورة الجاثية آية 36: فلله الحمد، يعني لله سبحانه وتعالى وحده التنشيط الكامل،
هو اللي بيعطيه لفين؟ رب السماوات. ده أكبر دليل اللي يوضح لك كلامي ووجهة نظري واللي جبته لك صحيح بفضل الله في الآية دي بالذات. فلله الحمد، هو الله الذي يمد بالنشاط والقوة والحيوية والعمل والحركة في كل شيء. رب السماوات قوته في السماء اللي هو الحمد يعني، ورب الأرض قوته في الأرض موجودة. رب العالمين، فهمت دي؟ ابحث عن رب عاد في الكتاب الله الخاصة بالله، هي قوة متعددة كلها تنتمي للخالق. أنا جبت لك دي بين، جبتهم لك كده كل شيء عن رب وضحته لك بإيضاح كامل بفضل الله. وده بحث ممكن أكتبه في كتيب صغير كبير، لو أنا توحدت فيه هكتب بحث كامل كده في كتيب. معلش بفضل الله اديته لك على طبق من فضة، خده يا سيدي ولا يهمك، وأجرون على الله. فده رب. سبح اسم ربك الأعلى. ما هو الرب الأعلى؟ ما هو اسم ربك الأعلى أو اسم ربك الأعلى؟ هل للخالق اسم أعلى في الربوبية؟ إزاي؟ يعني في حاجة أعلى من حاجة؟ ولا إزاي يعني؟ عايزين نفهم، يعني أدور فين على الأعلى من ده، أعرف إزاي؟ الموضوع غير ما أنت فاهم. الأعلى هنا الخالق يحدثك عن شمولية، ده تمهيد للفيديو اللي بعديه عشان توسع مداركك وتفهم. أعلى هنا لا تعني الارتفاع أو العلو، في فرق بين أعلى كده وأعلى كده، وروح دور عليهم في كتاب الله. أعلى باللام ألف وأعلى بالياء، اقرأها صحيحا أعلي، لكن دي ما تنفعش تقول أعلى هنا بمعنى العلو أو الارتفاع، لكن أعلي هنا ده مقام معرفي عالي جدا، مقام معرفي. هجيبه لك في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بتوضيح كامل معنى اسم ربك الأعلى. ما هو الأعلى؟ هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.